حد ممكن يبقى مش قادر يعيش من غير ألم؟ في حد لو سابه اللي ظلمه يبقى هيموت من الندم؟ هي بتتساءل. والأغنية دي من كتر ما هي بتعبر قوي عن اللي احنا هنتكلم عنه، أنا مش عارف اللي كتبها هو كان مدرك للفكرة دي فكتبها بالعبقرية دي، ولا دي كانت خبرة هم عدوا بيها فكتبوها. أيا كان الدافع أو اللي ورا الأغنية، لكن الأغنية بتعبر عن خلل كبير جدا جدا عند الإنسان. انت متخيل يعني ايه شخص هو بيسأل ازاي تعيش من غير ألم؟ للأسف ده أوقات بيبقى تخيلنا عن الحب، ولو ده تخيلنا عن الحب بنعيشه، ولو ما عشناهوش بندور عليه أو بنحس إن احنا مش بنحب بجد. لكن الحقيقي إن ده مش حب، ده ما يسمى في علم النفس وفي الطب النفسي الاعتمادية. الاعتمادية ببساطة هي كأنها نوع من أنواع الإدمانات، هي إدمان العلاقات. مشهور قوي إن إدمان المخدرات، يمكن يبقى مشهور كمان إدمان الجنس، إدمان الأكل، إدمان الكحول، ادمان القمار، الكماليه، الشغل. دي انواع كتير قوي من الادمانات مشهوره. الاعتماديه كانها ادمان العلاقات، هو ان الشخص ما يقدرش يبعد عن الناس. لو تفتكروا كنا بنقول في الجزء الاول من العلاقات انه الشخص اللي ما يقدرش يبعد ويكون لوحده عليه ان يخاف من المجتمع، والشخص اللي مش قادر يبقى في وسط مجتمع عليه أن يخاف من وحدته. الاتزان في العلاقات إني أبقى قادر أقرب وقادر أبعد. الاعتمادية أو إدمان العلاقات هو أن الشخص ما يقدرش يبعد عن العلاقات. الاعتمادية ببساطة هو أن الشخص بيبقى مصدق وفاهم أنه يقدر يعتمد على استقراره الداخلي والأمان والهدوء النفسي من أمور براه. زي ما كنت بقول، زي المواد المخدرة بكل أنواعها، زي الأكل والجنس والقمار والكمالية، هو بيعتمد على شيء خارجه علشان يشعر بالأمان والسلام. لكن كمان في العلاقات إنه يحاول يرضي الناس، إنه يحاول يسيطر عليهم، وأوقات بالعلاقات الرومانسية والعلاقات العاطفية اللي توصله للي كانت بتقوله الفنانة شيرين، إنه يبقى قابل إنه يتهان. لو تفتكروا كنا بنقول واحدة من صفات العلاقات الجيدة هو الاحترام، وإن يكون في حدود صحية. هو يقبل إن حدوده تخترق، هو يقبل إنه يتهان، بس ما يقبلش انه يكون وحديه. يقبل انه يتأذي في العلاقة على انه يكون وحديه. فيها الشخص بيحاول محاولات مستمرة علشان يسيطر على البيئة الخارجية سواء من أشياء أو أشخاص. فيها الإنسان بيبقى مصدق قوي إنه مش هيبقى حاسس بالأمان غير وهو بيسيطر على الحاجات اللي براه أو على الناس اللي براه. الاعتمادية هي طريقة تفكير غير واعية، مش حاجة واعية، هي حاجة غير واعية بتبقى حصلانة في اللاوعي وشغالة بشكل تلقائي، لأننا للأسف اتعودنا في طفولتنا على إن احنا نحصل على الأمان بالطريقة دي فبنكمل. للأسف الطريقة دي ما بتنجحش، وإن نجحت لفترة مؤقتة فبعد شوية بتفشل أو بنشعر بالخواء، لأن القانون النفسي والروحي والواقع بيقول إن الأمان لازم ينبع من الداخل مش من الخارج. ولأن أوقات كتير بنبقى ده اللي احنا اختبرناه في الطفولة، فبنحاول نفضل نعمله على اعتبار إن مفيش غير الطريقة دي اللي نحصل بيها على الأمان. وعلشان كده بنحاول نسيطر على الناس اللي حوالينا بنوع من أنواع الاعتمادية. هنقول بعد شوية إن في نوعين من الاعتمادية، سواء المباشر أو الغير مباشر. في الطفولة طبيعي جدا إن الإنسان يعتمد على والديه لأنه صغير عاجز. وبالمناسبة الأطفال أو البشر هم الكائنات اللي بعد الولادة الطفل بيفضل يعتمد على والديه وقت كبير قوي. في حيوانات بعد ما تتولد بوقت قليل قوي بتقدر تعمل اللي هي عايزة تعمله، لكن الإنسان أو البشر هم من الكائنات اللي بيقعدوا وقت كبير في طفولتهم بيعتمدوا على الناس اللي حواليهم. الاعتمادية في الطفولة شيء طبيعي، لأن الطفل عاجز عن إنه يعمل أي حاجة لنفسه، وما يقدرش يعمل حاجات لنفسه تخليه يشعر بالأمان. لسه ما وصلش للدرجة اللي تخليه يشعر بالأمان داخليا. هو محتاج للناس اللي حواليه بنسبة 100% علشان يسعدوه ويطمنوه. النمو والنضوج هو إننا يصبح الجانب الداخلي هو الأكبر في الاطمئنان وفي الراحة النفسية وفي الشعور بالسلام والأمان. المشكلة لما أفضل أكمل في أني أحاول أعتمد على الناس وأسيطر عليهم علشان أشعر بالأمان. كلنا بلا استثناء عندنا نسب من الاعتمادية، بس ما يبقاش الموضوع إدمان للعلاقات، ما يبقاش الموضوع واصل لدرجة أنه الإنسان بيعتمد فيه اعتماد كلي على الأمان والسلام. أكتر حاجتين الإنسان بيبقى محتاجهم علشان ما يسقطش في الاعتمادية سقوط كبير، هو أن الشخص في الطفولة يحصل على الحب والقبول غير المشروط بنسبة كافية، ويحصل على قدر ليس بقليل من تحمل المسؤولية. لما بيطلع الشخص وعنده أم أو أب
بيعمل كل حاجة ومش بيخليه يعمل ولا حاجة، بتحصل حاجة من الاتنين: يا إما الطفل ده بيطلع زي باباه أو مامته فيعمل كل حاجة بدل الناس، يا إما يحصل العكس، يطلع شخص اعتمادي فما يعملش أي حاجة، يبقى بيعتمد اعتماد كلي على الناس اللي حواليه. بالمناسبة مفيش حد وصل له 100% من الحب والقبول غير المشروط ولا 100% من تحمل المسؤولية. عندنا نسب كتير من التشوه والجوع والعطش، لكن لما بيوصل له درجة كافية من الحاجتين دول بيخلوه يكبر وينضج وهو ما عندوش النوع ده من الإدمان أو الاحتياج العميق للعلاقات والسيطرة على الناس. النضوج هو اني ادخل للعلاقات باختيار واعي، انا عايز ادخل في العلاقة دي باختيار واعي، على عكس عدم النضوج اللي بيخليني ادخل في العلاقات مع الناس واكبر احتياج محركني هو الاحتياج نفسه، ان انا محتاج. عارفين حد مرة كان بيقول مثال جميل، كان بيقول لو انت ماشي في الشارع وحاجة من لبسك اتقطعت، بنطلونك اتقطع جامد او البلوزة او التيشيرت اللي انت لابسه، فبيقول بسرعة هتحاول تدخل اي محل وتشتري اي قطعة لبس، فانت هنا دخلت تشتريها تحت ضغط على قد الفلوس اللي معاك، اي حاجة تستر علشان ما يبقاش موقفك وحش في الشارع، هتشوف اي حاجة هتجيبها وتطلع وتمشي بيها. على عكس خالص لما بتروح تشتري قطعة لبس وانت نازل تشتري قطعة لبس، فانت بتختار وبمزاج وعلى مهلك وعايز لون معين، او كأنه كده. ايه اللي بيحركني ناحية بناء العلاقات مع الناس او ادخل في علاقات مع الناس؟ النضوج يخليني ادخل بشكل واعي اختار اللي انا عايزه، لكن الاحتياج بيخليني ارضى باي حاجة، اي حد في اي حاجة يسدد الجوع اللي عندي، وانا مستعد اني اعمل اي حاجة مع اي حد علشان افضل في العلاقة. زي ما كنا بنقول في الاغنية في الاول، انا راضي باي حاجة يظلمني ويألمني ويوجعني ويلغي شخصيتي، بس يفضل معايا او افضل محتفظ بيه او مسيطر عليه، لاني عايز محبته ومحتاج له احتياج شديد. في اعراض للاعتمادية عند الشخص ممكن تشاور او تقولك انت ممكن تكون في النوع ده من العلاقات والنوع ده من الادمان ولا لا. الحاجة الاولى في علاقته بنفسه، ان الشخص علاقته بنفسه علاقة سلبية، صورته وعلاقته بنفسه علاقة ضعيفة، لأنه ما سمعش كلام المدح والتشجيع بدرجة كافية، فنظرته لنفسه نظرة ضعيفة، نظرة سلبية. اتعلم واختبر وصدق وداق إن مفيش كلمة حلوة هيسمعها غير لما يدي، غير لما يدفع تمن. وعلشان كده ممكن جدا الشخص يدمن العطاء علشان يحصل على المديح، علشان أصلا هو بيدور على إنه يرضى عن نفسه، إنه يكون شبعان وباصص لنفسه بصة رضا وبصة فرح ويفخر بنفسه. للأسف ما بيقدرش يعمل ده مع نفسه، ما بيقدرش ده يبقى نابع من جواه، بيستمده بس من الناس. بيتعامل كمان بسلبية مع أخطائه ومش بيغفر لنفسه بسهولة، طول الوقت حاسس بالذنب المبالغ فيه بسبب التربية وبسبب عدم كلام التشجيع وعدم كلام الحب، فعلاقته بنفسه علاقة سلبية. الحاجة التانية ان هو الشخص ده ما بيبقاش يقدر يرعى نفسه، ما يقدرش يرفض حاجة لحد، ما يقدرش يرتاح، ما يقدرش يفصل، ما يقدرش ياخد اجازة، ما يقدرش يعمل حاجة حلوة لنفسه. هو طول الوقت شاعر بالذنب وطول الوقت متخيل وحاسس انه لو مش هيدي مش هياخد، لو طول الوقت مش بيوافق على كل حاجة علشان يرضى عنه. دي واحدة من الحاجات اللي الأعراض الاعتمادية عند الشخص نفسه. الحاجة الثالثة كمان إن هو شخص عنده ما يسمى بالأمية الوجدانية. احنا كنا بنقول في الجزء الأول فكرة الذكاء الوجداني، إن الشخص يبقى عنده ذكاء وجداني، يبقى قادر يعرف مشاعره ويمسك مشاعره ويعترف بيها ويديرها. الشخص اللي طالع في بيئة ما تعلمش فيها قدر من تحمل المسؤولية وما شبعش فيها من الحب والقبول غير المشروط، للأسف هو طالع في بيئة وأسرة مضطربة ما سمحتلوش كتير إن هو يعبر عن مشاعره، ففي الغالب بينكر مشاعره، بينكر أصلا وجوده، وطول الوقت دايس على نفسه علشان يحصل على الحب من الناس، حتى لو هيضحي بكل حاجة أو حتى هيضحي بنفسه. كمان علاقته بالآخرين علاقات زي ما كنا بنقول في الحلقات اللي فاتت، إن الشخص ما عندوش حدود صحية، هو مستعد يفتح كل حدوده لكل الناس علشان ما يخسرهمش، ففي علاقته بالناس ما عندوش حدود صحية. هدفه الكبير إنه يسعدهم ويبسطهم، وأوقات يتشقلب ويدفع ثمن غالي علشان يبسطهم، علشان يفضل يحصل على كلام المديح وكلام التشجيع. طول الوقت عايز يسيطر على الناس لأن هم اللي بيمدوه بالحب، فعايز يسيطر عليهم ما يخليهمش بعاد عنه. طول الوقت بيحاول محاولات إنقاذ كتيرة، سواء الشخص محتاج إنقاذ أو مش محتاج، هو بيتبرع ويقوم زي ما كنا بنقول في الحدود، يقوم بمسؤولياتهم، عايز يسدد لهم احتياجاتهم، عايز طول الوقت يعمل لهم كل حاجة
علشان يفضل يحصل على الحب. اوقات كمان بتوصل لان الشخص ممكن يقبل الاذى الجسدي والنفسي والجنسي علشان يفضل محتفظ بالعلاقة، علشان يفضل ياخد كلام المديح وكلام الحب. اتمنى من قلبي ان الحاجات دي تساعدك تكتشف انت فين من العلاقات. زي ما كنا بنقول في الجزء الاول، العلاقات حاجة مهمة، ربنا خلقنا كائنات مصممة انها تكون في علاقات. لكن لو انا رحت لحتة فيها نوع من انواع ادمان العلاقات، فده مؤشر خطر بيقول اني بحاول اعتمد اعتماد كبير على سلامي وفرحي الداخلي على الناس وعلى كلام المديح وعلى كلام التشجيع، مش بينبع من داخلي زي ما اللي المفروض يحصل.